سمير متيني مستمر على صفحته بمهاجمة الحكومة والقيادة السورية والترويج لقسد من سنوات ودعوة الحكومة للموافقة على حكم اتحادي أو فيدرالي وإلى آخره من الكلام. السؤال لسمير متيني ولجماعة سمير متيني، يا ريت تجاوبونا عليه، لأنه هذا السؤال بالنسبة لإلي أنا ما بلاقي له جواب. يعني انتو كقصد بتقولوا وفعلا مسيطرين على الارض على اكثر من ربع سوريا، ما هيك؟ وعم بتهاجم الحكومه واخطاء الحكومه والى اخره، وانضموا لقسد، وقسد الفيدراليه بدها مطلب قسدي ولازم هيك، ومن مصلحه سوريا هيك، والتجربه القسديه الديمقراطيه وقوات النخبه وما بعرف الى اخره. السؤال بيقول، انتو كقصد مين؟ يعني انتو كقصد اللي صلكن 10 سنين على الارض بعتقد واخدين مناطق، شو قدمتوا لهي المناطق؟ شو قدمتوا للرقة، للحسكة، للدير مثلا، ريف الدير، للقامشلي؟ شو قدمتوا؟ وين حكومتكم؟ مين وزرائكم؟ مين قادات الجيش عندكم؟ يعني شو هو آلية الاقتصاد تبعيتكم؟ مين عندكم وزير الاقتصاد؟ مين في عندكم المسؤول عن الإعلام؟ مين هو نائب مظلوم عبدي مثلا؟ شو هو يعني؟ الله، انتوا عم بتقولوا حكومة وعم بتقولوا اخذين اكثر من ربع البلد، وعم بتقولوا صلكن اخذين مناطق من سوريا 10 سنين، وعم تنتقد الخدمات اللي ما صار الحكومة فيها 6 شهور مسيطرة، وعم تنتقد الحكومة على كل افعالها خلال 6 شهور. انتوا شو عملتوا؟ انتوا مين؟ اعطيني اسماء وزرائكم، اعطيني اسماء محافظين مناطقكم، اعطيني بالله انجازاتكم على الارض، اعطيني مول بنيتوه، اعطيني بنية تحتية قمتوا فيها، اعطيني طرقات حسنتوها، اعطيني جامعة بنيتوها، اعطيني ايا يكن بدل على انكم انتم ب10 سنين حسنتوا المناطق اللي انتم موجودين فيها. شو هو برلمانكم؟ مين هي احزابكم؟ مو انت عم تقول انتو الديمقراطيين المثال اللي لازم نحتذي فيه بسوريا وما بعرف شو. انا اللي بعرفه انكم ما عملتوا شيء للحسكة وللرقة ولمناطق اللي انتم مسيطرين عليها الا الدمار، الحفريات، الاعتقالات بسبب بوست، الاعتقالات بسبب تأييد الحكومة الجديدة، الاعتقالات بسبب رفع علم الثورة السورية، الشتائم للحكومة بشكل كامل، تسليط الضوء فقط على أخطائها. انا هذا اللي بعرف. يعني انا اللي بعرف انه ما بنيتوا بناية لحد الان، ما عملتوا اي مشروع، ما ساهمتوا بنهضة لهي المناطق اللي انتوا مسيطرين عليها بأيا يكن. التعليم عندكم شو وضعه لخاي؟ الصحة عندكم؟ المشافي عندكم؟ طيب انت كاعلامي قصدي نازل بالحكومة اللي مسيطرة على 3/4 البلد، لا اخي ليش ما بتنتقد مناطقك انت؟ ليش ما بتتوجه لقصد مثلا بربع اللي بتتوجه له للحكومة اللي صار لها 6 شهور مستلمة؟ مين انتو؟ شو عملتوا؟ يعني نحن بنعرف مثلا هلا قادات الحكومة بشكل كامل، وزراء الحكومة، قادات الجيش بالحكومة الجديدة السورية، الدولة السورية. انتو مين؟ مثلا عم نشوف في مشاريع عم تنبنى هلا مثلا بسوريا الجديدة مع الحكومة الجديدة. عم نشوف مثلا عم بيحاولوا من مجال الطاقة عملوا كذا، بمجال المدارس هلا بلشوا فيها ترميم مثلا مع الجانب التركي، الوكالات اللي وقعت العالمية اللي بدها تدخل لسوريا، شركات الاتصالات. هي عم نحكي على المستوى الخدمي. مثلا على المستوى العسكري عم نشوف شو عم بيصير، مين اللي عم بيستلم عندهم القيادات للفرق الى اخره، وزير الصناعة فلان، وزير الصحة فلان، وزير التجارة فلان، اللقاءات اللي عم بتصير الدولية كلها معروفة كدولة سورية. انتو وينكم من كل هاد يا سمير؟ انتو وينكم من كل هاد؟ مين انتو يا اخي؟ والله احنا ما بنعرف مين انتو. يعني معتم عنكم حتى بفيديو لمناطقكم. وينكم؟ وين الديمقراطية اللي انت بتحكي عنها؟ الحفريات اللي انتم عاملينها، العشوائيات اللي عم بتصير، الاعتقالات التعسفية، القمع، الامور هي كلها ليش ما بتحكي عنها؟ ليش ما بتنتقدها؟ مين حلفائكم بمناطقكم؟ لك يا اخي احنا ما بنعرف عنكم شيء. انت كانسان ناشط اعلامي او اعلامي قصدي، ليش ما بتطلع تنتقد اي شيء له علاقة بمناطق قصد، او بتحط الناس بالصورة؟
لحتى نعرف بركي انتو احسن منا فعلا، لحتى نتبعكم يا اخي. انا جاوبوني على هي الاسئله يا سيد سمير متيني. تفضل جاوب الناس، لا تجاوبني الي، لا تجيب سيرتي. انا ما بيهمني، بس انا بدي افهم كانسان سوري، انتو هدول الاسئله اللي قلت لك عليهم ليش ما بتوضحون؟ تحياتي.